أيمن حسين للدوري الإسباني، وحيدر عبد الأمير ممكن يحقق رقم قياسي، والأمور طيبة ويعلاوين. وآخر أخبار منتخبنا العراق، تابعوا الفيديو للأخير لمعرفة كافة التفاصيل. نادي الأهلي السعودي يقدم عرض لصخرة دفاع منتخبنا الوطني العراقي آكام هاشم. طبعا هذه الصفقة تقييمكم لها من 10 إذا تمت، على ذمة برنامج سبورت تايم، على أساس نادي القرمة متلقي إيميل من إحدى الأندية الإسبانية، وعلى أساس بأنه نادي ريال سوسيداد الإسباني هو اللي مقدم العرض. أخبار هواي جاي تداول حاليا، نتمنى تأكيد الخبر بأقرب وقت. وحيدر عبد الكريم مرشح لنيل لقب لثاني لاعب عربي بعد أشرف حكيمي بجانب الأسطورة رونالدو. طبعا حاليا نادي النصر متصدر الدوري السعودي وقريب من حسم لقب الدوري. مدرب منتخب إسبانيا يقول بأنه تم الاتفاق للعب مباراة ودية مع منتخب العراق يوم 4 يونيو على ملعب ريال بيتيس لا كارتوخا. ومدرب منتخب مصر يقول حاليا في مباحثات لعمل مباراة مع منتخب العراق. رسميا فخر العراق علي الحمادي يحصل على لقبه مع نادي لوتون تاون. خلال هاي ال 12 يوم تقريبا علاب مولع، سجل هدف مع منتخب العراق وتأهل لكأس العالم، سجل وصنع هدف مع لوتون تاون، وحصل على لقب مع لوتون تاون في ملعب ويمبل الشهير. إذا عجبتكم الأخبار السريعة والملخصة اعمل متابعة ومشاركة. تحياتي.